السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. تعالوا نعمل النهارده حبة ملوخية كده. هنا كنت سلقة فراخ، هاخد حبة شوربة. وهنا كنت بقلي الفراخ. المهم هستنى الشوربة لما تغلي، هنزل عليها بالملوخية بتاعتي. دي ملوخية مجمدة. انا بحبها، بحب الملوخية المجمدة، يعني بيبقى طعمها حلو. المهم هنا جبت تومة ومعلقة سمنة، وحطيت معلقتين كزبرة ناشفة، وهشوح التومة لحد ما تديني اللون الاصفر، وبعدين هنزل عليها ايه؟ بالملوخية. ودي كده احنا عملنا الطشة. طبعا الملوخية سهلة جدا، مفيش فيها اي حاجة ان هي تبقى صعبة يعني، وفي نفس الوقت بتبقى جميلة يعني. اطبخي جنبيها بقى حبة رز بقى ولا اي حاجة كده، او كلها بالعيش يعني زي ما بتحبوا تاكلوها يعني. انا عندي بطبخ رز عشان العيال بيحبوا ياكلوها بالرز. شايفين لون الملوخية جميل ازاي؟ مفيش احلى من كده ولا اسهل من كده. وهنا كان الاكل خلص. ده رز وحمرت الفراخ، والملوخية بتاعتي جميلة هي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك.